السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد شعبان من قناة سيفتي ستيب. النهاردة مش هنتكلم عن حادث أو مخالفة معينة، لكن العقلية اللي بتميز مسؤول السلامة الناجح، وإزاي تحول المشكلة من عبء على فريقك لفرصة تحمي بيها الناس وتثبت إنك قائد حقيقي. ليه التركيز على المشكلة خطر؟ الأوشا بتقول إن دور مسؤول السلامة مش بس إنه يسجل الحوادث ويكتب التقرير. لو فضلت تقول في مشكلة من غير ما تقدم حل، العمال هيفقدوا الثقة فيك والإدارة هتشوفك عبء مش قيمة. المشكلة نفسها ممكن تكبر وتتحول لحادث. إذا التركيز في الحل أسرع طريقة للوقاية. طريقة التفكير العلمية في علم السلامة في خطوات واضحة، زي مثلا تعريف المشكلة ببساطة. المشكلة اللي مش مكتوبة بوضوح عمرها ما تتحل أبدا، ولازم نحلل السبب الجذري. بنستخدم شوية أدوات زي مثلا الفايف وايز، بتسأل نفسك 5 مرات ليه ورا بعض. العصف الذهني للحلول، حتى لو الحل باين بسيط أو غريب لازم تكتب كل الأفكار اللي تيجي معاك. التقييم بالمصفوفة، بنقسم الحلول حسب التأثير، الجهد، التكلفة، وبنحط خطة بديلة. لازم يبقى عندك خطة بلان A، بلان B، بلان C، لأنك في السلام عمرك ما تعرف إيه اللي ممكن يحصل. مثال عملي من واقع الشغل. في موقع بناء لقيت فيه فتحات في الأرض بدون غطا. الخطر سقوط العمال. لو وقفت عند إن في مشكلة يبقى أنت ضيعت وقت وفلوس وأرواح. بلان بي بنركب غطا معتمد. بلان بي بنحط حواجز وخشب ولافتات تحذيرية لحد ما الغطا يوصل. بلان سي بنوقف العمل فورا لو مفيش سيطرة. اللي حصل، نفذنا الخطة البديلة، العمال اشتغلوا بأمان، ولما الغطا المعتمد وصل استبدلناه. النتيجة 0 إصابات، زيادة ثقة الإدارة في فريق السلام. في حاجة اسمها تفكير وقائي مش رد فعل، لأن الوقاية بتعني إنك بتبص قدام، مش بتستني تحصل كارثة وتتصرف. دايما اسأل نفسك لو ده فشل البديل إيه. دايما هيئ فريقك إن أي نشاط ليه خطة بديلة قبل ما يبدأ. وبنفكر شوية. تفكير وقائي مش بس في موقع العمل، ده كمان في حياتنا اليومية في البيت. لو شفت سلك مكشوف أو حاجة ممكن تقع، ما تقولش بس في مشكلة، فكر في حل. بتغطي السلك، بتثبت الحاجة، أو حدد مكان آمن للأطفال. في القيادة مثلا، لو أنت سايق، لو الطريق زلق أو في حفرة، بدل ما تستنى المشكلة خطط بطرق بديلة بتسرع أقل أو غير مسار. العقلية دي بتخلي حياتك كلها أكتر أمان، وبتديك ثقة في اتخاذ القرارات تحت أي ضغط. خطوات عملية لتطبيق العقلية في كل المواقف. لاحظ المشكلة بسرعة، متأخرش. حدد السبب الحقيقي مش بس الظاهر. أكيد اكتب 3 حلول على الأقل قبل ما تختار أي واحد فيهم. اختار الحل الأقل خطورة وأعلى تأثير. خلي عندك خطة بديلة دايما، بلان بي، بلان سي. لو اتبعت الخطوات دي هتلاحظ فرق كبير، حتى لو كانت المشكلة بسيطة. هتتعامل معاها بذكاء وكفاءة. شارك الفريق معاك، لأن قوة السلامة في العمل الجماعي مش فرد بس. وافتكر اللي بيتعلم التفكير الوقائي في حياته كلها بيبقى أكتر أمان وكفاءة. في النهاية، الحلول العملية والتفكير الوقائي هم اللي بيخلوا مسؤول السلامة محترف ومؤثر. زي ما قلنا، التركيز على المشكلة وحده مش كفاية، لازم نركز على الحلول ونكون جاهزين دايما للبدائل. أنا أحمد شعبان من قناة سيفتي ستيب، ودي كانت خطوة مهمة لتطوير عقليتك في السلامة وفي حياتك كمان. خلي بالك، التفكير في الحل مش بس مهارة، ده أسلوب حياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.